صباح ومساء الخير عليكم. عندنا في الخلية A1 ايميلات مجمعة لأكتر من 30 موظف، وحابين نفصل الايميلز دي عن بعض، وكمان نستخرج اليوزر نيم لوحده والميل ادرس لوحده. فتعال اقول لك ممكن نعمل ده ازاي. لفصل الايميلز دي هنستخدم text split function. بنقول يساوي text split، نفتح قوس A1 كوما 2 quotations ما بينهم سبيس، ونقفل القوس بتاعنا. فبشكل مباشر بنلاقي ان كل ايميل بقى في خلية منفصلة. طيب لاستخراج اليوزر نيم، فده هيبقى من خلال text before function. بنقول يساوي text before، نفتح قوس اسم الخلية اللي فيها الايميل بتاعنا كوما 2 quotations ما بينهم at symbol كوما 1. فبكده بيستخرج لي كل الليترز اللي موجودة قبل علامة الاد. طيب ولاستخراج الميل ادرس، فده يبقى من خلال text after function. بنقول يساوي text after، نفتح قوس اسم الخلية اللي فيها الايميل بتاعنا كوما 2 quotations ما بينهم at symbol كوما 1. فبشكل مباشر بنلاقي ان كمان الميل ادرس اتفصل معانا في خلية لوحده. ما تنساش تعمل شير للفيديو وفيد بيه غيرك، وسيف علشان لو احتجته مرة تانية.